السلام عليكم ومرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير وبأحسن الأحوال. فيديو اليوم راح نحضر معكم خبز تورتية اللي نحضروا به الشاورما ولا التاكوس أو الكاسادية، ونحضروا به بزاف أنواع من الساندويشات. راح نحضره لكم كما العادة بطريقة صحية بالقمح الكامل وبالشعير، وباش يكون صحي أكتر راح نحضره لكم بالخميرة الطبيعية، يجي طري كما راكم تشوفوا خفيف، نقدروا نشكلوه بسهولة. راح نحضر لكم به اليوم وصفة اللي هي كاسادية الدجاج بطريقة صحية وتجي بزاف بنينة. إذا خليكم مع المقادير وطريقة التحضير، ونتمنى لكم مشاهدة مفيدة وممتعة. وراح نبدأ أولا بالعجينة. راح نحتاج فيها 300 غرام من الفرينة. أنا هنا عندي خليط من فرينة كاملة وفرينة الشعير اللي خليتهم بالنخال تاعهم ما غربلتهمش، باش يكون الخبز تاعنا كامل صحي غني بالألياف. تقدروا تستغنوا على الشعير، يعني ديروا كمية كاملة فرينة كاملة. تقدروا تستبدلوا الشعير أيضا بفرينة الشوفان ولا دقيق القمح الكامل، يعني السميد الكامل. ضفت ملعقة صغيرة من الملح ونخلط جيدا هاد المكونات الجافة مع بعض، وبعدها راح نضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وراح نضيف الخميرة. أنا هنا راح نعجن بالخميرة الطبيعية اللي كنت منشطتها من قبل. طبعا راح نضيف ملعقة كبيرة من الخميرة الطبيعية، ونستعمل الخميرة الطبيعية باش يكون الخبز تاعي صحي أكتر، غني بالفوائد. نعرفوا الفوائد الكبيرة اللي كاينة في الخميرة الطبيعية، وأيضا راح يكون سهل في الهضم، والخميرة الطبيعية تساعد على امتصاص المعادن اللي كاينة في الشعير وفي القمح. يعني راح نستفادوا أكتر من هذا الخبز. اللي ما يستعملوش الخميرة الطبيعية راح تستبدلوها بملعقة صغيرة من الخميرة الفورية، يعني خميرة الخبز. نضيف عليهم كوب من الماء اللي يكون دافي، يعني حوالي 220 مليلتر من الماء. نتوما ضيفوا الماء تدريجيا. أنا راني موالفة نحضر هذا الخبز، يعني نضيف الماء مباشرة، لكن نتوما على حسب نوع الفرينة ولا الدقيق اللي استعملتوه فمن الأحسن ضيفوا الماء تدريجيا. ونجمع العجينة، نعجنها شوية، راح نتحصلوا على هذا القوام تاع العجينة اللي يكون شوية متماسك وفي نفس الوقت طري، يعني ما يكونش يلصق في اليدين. ندهن هاد العجينة بقليل من زيت الزيتون، وراح نجمعها بهذا الشكل ونغطيها ونخليها تختمر. نخليها 3 ولا 4 ساعات. تقدروا حتى تحضروها ليلة من قبل، يعني باش تربحوا الوقت، خاصة إذا استعملتوا خميرة طبيعية. أما إذا استعملتوا الخميرة الفورية فراح تخلوها لمدة ساعة فقط وتكون العجينة تاعكم اختمرت. إذا هنايا بعد ما خليت العجينة اختمرت جيدا والحجم تاعها ضعف، أنا خليتها 6 ساعات. نهود لها الخميرة، نحطها فوق سطح نعمل، نتلكها شوية ومن بعد نقطعها. أنا هنا راح نقطعها ل8 قطع. وزن القطعة يكون حوالي 70 غرام باش نتحصلوا على خبزة ما تكونش كبيرة بزاف، يعني يكون الحجم تاعها متوسط. نشكل القطع تاع العجينة الكريات بهذا الشكل، وراح نغطيهم نخليهم يرتاحوا لمدة 10 دقائق باش نقدر نحلهم بسهولة. وفوق سطح العمل نرش شوية تاع الفرينة، نرش على العجينة أيضا، ونبدأ نحل فيها. نحاول نحافظ على الشكل الدائري تاع العجينة. هنا حاولوا تحلوا العجينة تاعكم رقيقة بزاف، يعني مش كيما نديروا الخبز المنفوخ. يعني الخبز المنفوخ نحلوا العجينة السمك تاعها يكون شوية خشين باش يتنفخ لنا الخبز. لكن هذا الخبز تاع التورتية او الخبز تاع الشاورما لازم العجينة نحلوها الرقيقة كيما راكم تشوفوا. هنا راح نخليها على جهة، من الأحسن نحطها فوق طرشونة بهذا الشكل، يعني باش نقدروا من بعد نرفدوها بسهولة. ونزيد نكمل كامل القطع تاع العجينة اللي عندي نحلهم بنفس الشكل. وهنايا بعد ما نكمل ونحل كامل القطع تاع العجينة نبدأ نطيب فيهم مباشرة، يعني ما نزيدش نعاود نخليهم يتخمروا مرة واحدة أخرى. ندوهم نطيبوهم مباشرة في الطاجين ولا في المقلاة اللي يكونوا دايرينها تسخن من قبل، يعني نسخنوها جيدا. ومن بعد كي نبداو نطيبوا في الخبز تاعنا نقصوا لها، نخلوا النار تكون متوسطة، ونحطوا العجينة تاعنا، يعني غير نشوفوها بدات دير هذوك الفقاعات نقلبوها
وهنايا نبقاو نقابلو في الخبز تاعنا لازم كل 10 ثواني ولا 15 ثانية نقلبو الخبز تاعنا، وما لازمش نخلوه يتنفخ. يعني هو هذا الخبز يعني حتى وما نخلوهش يتخمر راح يبدا يتنفخ لنا بهذا الشكل. حنا نضغطو عليه بحاجة تكون هكا مسطحة باش ما يتنفخلناش، باش يطيب لنا ايضا من الداخل جيدا، ونقابلوه في نفس الوقت يعني نبداو نقلبو فيه باش يطيب لنا طري ما يطيبلناش يابس. انايا غير نشوفوه دا هذاك اللون الذهبي ما خلوهش يتحرق، نحوه من المقلاة ونزيدو نكملو نطيبو كامل القطع تاع الخبز تاعنا. وهذا هو خبز التورتيه تاعنا اللي حضرناه اليوم، اللي جا اكثر من رائع، يجي خفيف بزاف وطري كيما راكم تشوفوا. يعني نقدروا نشكلوه بسهوله، ماشي يابس يعني ما يتكسرش كي نشكلوه. نقدروا نشكلوا منه اي نوع ساندويشات، يعني شاورما ولا طاكوس، يعني اي نوع من الساندويشات نقدروا نحضروهم بهذا الخبز. تقدروا تحضروا منه كمية كبيرة وتحتفظوا به في المجمد، يعني كي تجبدوه راح يبقى لكم جديد وجا رائع جدا هذا الخبز وصحي. أنا اليوم راح نشارككم به فكرة اللي هو ساندويش الكاسادية الدجاج اللي يجي روعة روعة. بالنسبة للحشو هنايا راح نحتاج الكمية من صدر الدجاج اللي كنت قطعته لشرائح طولية بهذا الشكل. راح نضيف عليه التوابل. بالنسبة للتوابل عندي الملح، الفلفل الأسود، سكنجبير أو زنجبيل بودرة، كركم، نصف ملعقة صغيرة من توابل الدجاج أو تابل الدجاج ولا شاورما اللي يكون عندكم، ملعقة صغيرة من الأعشاب العطرية أو الأعشاب المنسمة، نصف ملعقة صغيرة من الزعترة، 3 ملاعق كبار من عصير الليمون، و3 فصوص من الثوم مفرومين. تقدروا تستبدلوهم بثوم بودرة. نخلط قطع الدجاج مع هاد التوابل جيدا، وراح نغطي عليه ونخليه يتشرب هاد التتبيلة مدة 2 ولا 3 ساعات على حسب الوقت اللي يكون عندكم. من جهة أخرى هنايا في المقلاة درت حبة من البصل اللي كنت قطعتها لشرائح رقيقة بهذا الشكل. الفلفل درت الفلفل الأخضر، الفلفل الأحمر والفلفل الحار قطعتهم لشرائح طولية أيضا. نضيف 2 ملاعق كبار من زيت الزيتون، الملح و3 ملاعق كبار من الماء. نخلط جيدا ونديهم على النار تكون هادئة، ونخلي هذا البصل والفلفل يعني حتى يطيبوا بهذا الشكل، يعني يدبالوا كامل. وهذاك البصل ايضا يخرج هذاك الطعم تاع البصل اللي يكون مقلي، يعني باش الحشو تاعكم يجيكم بنين. كما راكم تشوفوا البصل والفلفل راهم مقليين جيدا، لكن ما تحرقوش، يعني بقاو محافظين على اللون تاعهم. نضيف عليهم هذاك الدجاج اللي كنت خليته يتشرب التتبيله جيدا، ونعاود نرجعهم على النار يعني حتى يطيب هذاك الدجاج. وبعدها نبدا نشكل في الساندويشات. نجيب هنا قطعة من هذاك خبز التورتية، راح ندهنه بملعقة صغيرة من الجبن الطبيعي، وندير هذاك الحشو تاع الدجاج. يعني هذا الحشو جا بزاف بزاف بنين، تقدروا تحضروا به بزاف انواع تاع الساندويشات. وضفت كمية من الجبن المبشور، انا استعملت جبن موتزاريلا، ونبلع الساندويش بهذا الشكل. انا تقدروا تقدموه هكا ولا تقدروا تزيدوا تحمروه على النار يعني باش يجيكم بنين. انا هنا دهنت المقلاة بزبدة طبيعية يعني غير مسحة خفيفة، ونحمر هذا الساندويش على الجهتين يعني باش يجيني الخبز تاعي مقرمش ويزيد يكمل الطياب. يعني كما شفتوا ما طيبناش هذاك الخبز جيدا، وهذاك الجبن ايضا اللي درناه لداخل يذوب. وهذا هو الشكل النهائي تاع الساندويش تاعنا اللي حضرناه اليوم او الكاسادية، اللي جاء اكثر من رائع، بنة روعة روعة. هذاك الخبز جا مقرمش والحشو بزاف بزاف بنين. نتمنى انكم تجربوا الخبز وتجربوا ايضا هذا الساندويش اللي جا روعة. كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم. انا نقول لكم بسلامة، تهلاو في روحكم وفي صحتكم، والسلام عليكم.